مساء الخير. والله يا جماعة، كل حاجة في الدنيا يعني لها حدود إلا فلاتات ياسمين عز. دي ملهاش حدود، كل يوم حاجة جديدة. شوف مع بعض أول فلتة من فلاتاتها. وإيه موضوع كل خريجين التجارة مفيش جواهم غيرك انتي والمكن؟ هو حضرتك ساحرة يعني دخلتي جواهم كلهم وعرفتي جواهم ايه؟ نشوف فلتة كمان. هو انتي رجعتي الراجل المصري للعصر الحجري تاني وهتعملي له برديات؟ يا دين النبي على التفاهة اللي انتي فيه. حتى التاريخ يا شيخة جاهلة فيه. يعني قبل ما توصفي الراجل اللي انتي بتدافعي عنه وتقولي عنه فرعون، اعرفي الاول معنى كلمة فرعون ايه. فرعون ده يعني بتطلق على كل طاغي متمرد. انتي بحجة ان انتي بتدافعي عنهم وعشان جهلك خليتيهم طغاة. والله انا حقيقي حقيقي مش فاهماكي. وايه علاقة البس كعب واشمر ايدي وانا داخلة اتكلم معاه واحنا داخلين خناقة يعني ولا حاجة؟ والله ما في غير واحدة كده هي اللي تتدخل في حياة كل الناس ومحتاجة الكعب على دماغها احتمال تفوق وتبطل. نشوف فلتة من فلتاتها برضو الكتير. أنا أعرف أنتِ بتتضايقي ليه من التقمصة؟ لأ بجد، بجد، إيه المشكلة إن جوزِك يتقمص وهو بياكل؟ مش ده فرعونِك حبيبِك؟ سيبي بقى فرعونِك يتقمص على الفطار عشان جاي رمضان براحته يا مدام. بس سيب السوريين في حالهم، والله هم ناقصين. عندهم مشاكلهم وعندهم زلازلهم وعندهم كل حاجة. طب احنا قدرنا المنيل ان انت مصرية زينا ومحدش فينا طايقك، لا رجالة ولا ستات ولا اطفال. واكتر ناس اصلا بتهاجمك هم الرجالة. مالك بقى انت ومال السوريات يعني؟ تسيب جوزها يتقمس ولا ما يتقمس؟ انت مالك يا حبيبتي؟ خليكي في حالك، مالكيش دعوة. حتى انت كمان يا رضوى، اللي احنا كنا بنقول ان انت بتتكلمي بشيء من العقلانية، تدخلي في الجدال اللهبل ده. يعني ايه النهارده طالعه تتكلمي تقولي انا بدافع عن بني جنسي؟ هو كل واحد بقى يدافع عن اللي منه؟ هو احنا قاعدين في حرب؟ المفروض انتوا الاتنين واخدين دور موزعين، بتقدموا برامج بتنصحوا الناس، يبقى كل واحد بيتكلم بحاجة اسمها مصداقية وشفافية. انا عندي وجهة نظر صح اقولها، لكن مش ان انا باخد عكس التيار ودي بتهاجم دي واحنا اللي قاعدين نتفرج في النص ضايعين. والله انا من رأيي نقفل كل البرامج اللي بتتكلم عن الراجل والست ونسيب كل شخص بقى يدير حياته بنفسها. بما ان انتوا واخدين حياة الناس لعبة وطالعين تهزروا، لا انا بني جنسي، لا وانا بدافع عن الراجل اصله مظلوم. كل واحد عارف هو سواء مظلوم او مش مظلوم، ومحدش هيسمع لأي حد فيكم طول ما هو كلامه مش صح. والله رب بجد ربنا يهديكم، عشان الموضوع كده افور قوي.